بتكون روكسي متاكده ان الاخوه في الريك هيأذوا فيت لانه قتل شخص بدون علمهم، وعشان كده بتعرض على فيت انه يجي يشتغل في عيلتها بعيد عن ظلم عيله في الريك. وفي البدايه كان فيت رافض وقلقان لانهم ممكن يأذوها، ولكن بعد اصرار من روكسي بيوافق على عرضها وهو حاسس ان الحياه تبدا تضحك له وتتحسن معاه. وفي اليوم ده بيرجع فيت للبيت وبيفكر في المهارات اللي اكتسبها فجاه وايه سببها، وبيحس انه ممكن يكون فارس زي ما بيتمنى، وعشان كده بيخرج تاني يوم فورا عشان يشتري سيف، ولانه ما كانش معاه مبلغ كبير بيضطر انه يختار من السيوف القديمه عشان يشتري منهم. وفي الوقت ده بيستخدم مهاره التعرف عشان يعرف ايه افضل سيف بينهم، وساعتها بيتصدم فيت لما بيلاقي واحد من السيوف بيتواصل معاه وبيقول له اختار ان انا اللي هفيدك وهساعدك. وبرغم ان فيت كان مستغرب من اللي بيحصل الا انه فعلا بيختار السيف ده، هو بيعرف منه انه اسمه جيرد، وبيفضل جيرد يتكلم مع فيت وبيتعرف عليه. وفجاه وهم ماشيين في الغابه بيقول له جيرد خلي بالك في وحش قريب منك، وقبل ما يخلص كلامه بيتفاجئ فيت بوحش بيهجم عليه، وفي لحظه واحده بيكون قتل الوحش بالسيف جيرد. وقتها كان فيت مصدوم ومش عارف ازاي عمل كده، وفي نفس الوقت ده بيهجم عليه عشرات من الوحوش، وبرغم رعب وخوف فيت من الموقف اللي هو فيه الا انه مش بيستسلم وبيجري بسرعه وسط الوحوش وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. وبعد دقايق بنشوف الوحوش وهي واقعه حواليه في كل مكان، وفي اللحظه دي لاول مره بيحس فيت بالشبع الكامل، ومعدته مش بتصدر اي صوت